فاحنا بنشكرك والله، انت دايما مشاعرنا بتتاثر بالمشاهد اللي بتحصل في الاحياء. ربنا يوفقك سياده الوزير. رزق بيت طرابيشي مش اول مره حضرتك تكون جنب سياده المحافظ، وخصوصا متابعه مشاكل المواطنين. لما نتكلم عن سوق العمل، كنا في لقاء سابق هنزيه ورا حضرتك على طول مع معالي الوزير حسن رداد، بيتكلم ازاي هو بيسوق للشباب. ادينا نصيحه، الشاب يعمل ايه عشان يقف على رجله؟ الشاب لازم النهارده سياده السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مبادره لفتح سوق العمل. النهارده اي شاب ممكن يبقى ليه وظيفه، اي شاب النهارده ممكن حسب مهنته او ينزل يتعلم صنعه في 6 اشهر ممكن او سنه عشان يبقى ليه مهنه كويسه تكسبه فلوس. مش لازم الشهاده، مش لازم الشهاده، خلاص احنا مش في عصر الشهادات دلوقتي، خلاص الشهادات خلاص مالهاش لازمه النهارده الا بقى الشهادات اللي هي الفنيه، اما الشهادات النظريه مالهاش لازمه ومتكدسين بالملايين بالالاف. خلاص ما ينفعش حد ينزل يقول لك عايز اشتغل وظيفه مكتبيه. سيبكم من الوظيفه المكتبيه النهارده، انت ميكانيكي، انت اي وظيفه هتكسب فلوس كويسه. انصح كل الشباب بالتحرك للحصول على وظيفتهم، وبالذات المحافظه اسكندريه عمل مبادره رائعه جدا. فيعني استغلوا الفرصه وينزلوا يشتغلوا. في لقاء محسوب علينا بالشكل الاضافي المؤيد لوطننا الغالي جمهوريه مصر العربيه، معالي الوزير حسن بيه رداد. اهلا وسهلا بسعادتك. اهلا بيك. اهلا بيك معالي وزير العمل. اليوم لما احنا بنتكلم عن توظيف ذوي الهمم، ده مشروع فخامه الرئيس. كون ان هو النهارده عدد ده كله بيتم تدريبه وتوجيهه الى سوق العمل بالشكل الجيد، ويتعاملون افضل من تعامل الاصحاء الذي لا عيب فيهم، واحنا ما قلناش ان فيهم عيب، هم عندهم همه توزن بلد. صحيح. ايه تعليق سعادتك؟ هو الحمد لله يعني احنا من بدايه الوزاره، ودي رساله كانت سابقه وحاليه دلوقتي ومتاكدين عليها، ان فكره التمكين ذوي الهمم، فكره دمج ذوي الهمم في سوق العمل دي حاجه موجودين بيها واحنا شغالين عليها بشكل كبير قوي. وزاره مديريات العمل وبالذات الاسكندريه متميزه في هذا الامر. ذوي الهمم دي بتحتاج حياه، تحتاج دمج في سوق العمل. ففكره التدريب وفكره ان احنا نلحقهم بسوق العمل وفكره تشغيلهم بفرص حقيقيه موجودين في سوق العمل، اعتقد هي دي الحياه، هي دي اللي احنا الهدف اللي بنرجوه، ودي توجيهات فخامه الرئيس في هذا الامر. الا ترى سيادتكم ان كمان سوق الزراعه وغيره من الاسواق، صيد السمك وغيره، يا ساعة القادم افضل واحسن ليهم؟ بالفعل احنا كل فئات العماله غير منتظمه احنا في توجيه بهذا الامر، ان احنا بنشملهم برعايه اجتماعيه وصحيه. احنا موجودين معاهم في كل الفئات، في كل مواقع العمل. احنا حريصين ان احنا نقدم كل الخدمات اللي بتقدمها الوزاره للعماله غير المنتظمه، واعتقد ان السنين السابقه اكدت هذا المبدا، وان احنا شغالين في هذا المبدا، ان احنا بناكد الرعايه والحمايه لهذه الفئه، وموجودين عندنا السجلات وموجودين عندنا في الاحصاء. لا الحمد لله احنا الملف ده شغالين فيه بتقدم كويس جدا، وان شاء الله في مزيد ومزيد ان شاء الله باذن الله. معالي وزير العمل المصري دكتور حسن رداد، حضرتك نورت الدنيا. ربنا يبارك فيك. انا اولا اسكندريه دي الحمد لله ليها فضل كبير قوي بعد ربنا. اسكندريه دي انا كنت فيها وكيل وزاره، والحمد لله احنا ترقيت بعديها. اسكندريه انا مؤمن بقدراتها ومؤمن بان هي بتشتغل بشكل كويس جدا، زي جميع المديريات بيشتغلوا بشكل كويس، ودي ملفات الوزاره اللي احنا شغالين فيها من دلوقتي الى بكره وبعده ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى التقدم ملموس باذن الله. باذن الله. شكرا عليك. شكرا. برعاية وحضور النواب شيء مهم جدا في مؤتمر جماهيري زي النهارده. مكتب سياده النائب صفي عبد العال ارسل ذراعه الايمن الاستاذ المحترم الاستاذ محمود يسري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. شايف النهارده ماشيه ازاي؟ والله احنا في بدايه الموضوع مع وجود المهندس ايمن عطيه محافظ الاسكندريه. في اختلاف كبير بيحصل في اسكندريه، ان المحافظ بنفسه دلوقتي بدا يسمع شكاوي المواطنين، وفي وجود الساده وكلاء الوزاره والساده التنفيذيين بتوع اسكندريه كلهم انا حاسس ان في استجابه سريعه، في تجاوب. يقعد يسمع المواطنين. مره عدت ساعه الست بتتكلم وهو نقول له طب سياده المحافظ، يقول لك سيبها تتكلم. هو بامانه ربنا يعني انا عدى عليا محافظين كتير كنا لهم كل شكر وتقدير، بس بالامانه المهندس ايمن عطيه بلا مجامله يعني ودود. لا بيسمع المواطن.
لو في شكوى حتى بتجيله على الواتساب او بتجيله على الخاص عنده في اي حي من الاحياء او في اي مشكله من مشاكل الاسكندريه متجاوب. المشكله بتتحل في خلال يومين 3 تكون محلوله. نجع العرب احد المناطق الهامه بالاسكندريه، في حتت كده دايما تتقال ولما تيجي في المسلسلات الناس مهتمه بيها. نجع العرب منطقه سكنها العرب الى داخل سواحليه الاسكندريه، وعاشوا واقاموا واتجوزوا من اهل اسكندريه واصبحوا جزء اصيل لا يتجزا منه. اهلا وسهلا بك يا فندم. مكتب سياده النائب صافي عبد العالي النهارده اتحفنا بعرضه المشاكل بشكل جيد. اولا عرفنا بحضرتك. حسين عطله مدير مكتب سياده النائب. اهلا وسهلا بسعادتك. نجع العرب فيها ايه النهارده؟ نجع العرب بقى لها فتره يغيب عنها الخدمات والمرافق. بعض المناطق في صرف صحي، وفي اماكن ما فيهاش رصف، وفي ما فيهاش اناره، فدهورت الحاله البنيه التحتيه لهذه المنطقه. فاحنا النهارده جايين نبحث هذا الامر مع المحافظه لتوفير الامكانيات والمهمات الخاصه لتطوير هذه المنطقه، لان المنطقه دي منطقه فيها كثافه سكانيه عاليه، واهل المنطقه تحتاج الى رعايه وخدمات. في حين احنا داخلين يعني الحمد لله احنا في موسم الصيف، احنا الصيف وخلصنا المدارس وفاضيين نحل المشاكل بمنتهى الاريحيه. تمام. ده الهدف اللي احنا نخلص هذه المشكله قبل دخول الصيف الشتاء، عشان خاطر ما يبقاش في عائق يعني تصدر لنا مشكله ساعه ما يحصل الشتاء، هيبقى مشكله اكبر من كده. مكتب النائب احمد رأفت ليس بعيدا وليس غريبا، الراجل امين تنظيم حزب مستقبل وطن في محافظه الاسكندريه. استاذ محمد الغرابي، بصفه حضرتك واحد من فريق سياده النائب احمد رأفت، المشاكل اللي تم عرضها النهارده على سياده المحافظ مداها ايه وتم حل بنسبه قد ايه؟ والله يا فندم احنا كانت عندنا مشاكل في الاناره، فطبعا احنا في نطاق ايهاب بالفئ بقى وشغل بقى اسكندريه. ايوه مظبوط. احنا طبعا احنا في نطاق حي الجمرك، قسم الجمرك. طبعا كانت مشكله الاضاءه دي كانت عامله مشكله كتير جدا في معظم الشوارع عندنا. تمام. فطبعا توجهنا لمعالي النائب احمد رأفت، فطبعا بالتالي معالي النائب اتخذ الاجراءات مع معالي اللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، وتم التواصل مع مسؤولة الإدارة المهندسة إيمان، وبفضل الله سبحانه وتعالى حلينا نعتبر يعني 70% من المشاكل. والله نسبة عظيمة جدا، وخصوصا الكهرباء تحديدا مشاكلها في مصر مستعصية يعني. طبعا وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني مستمرين على طلبات المواطنين وحل والوقوف على مشاكلهم. بالتالي أهل اسكندرية هم يتوجهوا بالشكر لمكتب النائب أحمد رأفت، يخصوك بالذكر. ليه؟ لأن حضرتك اللي بتستقطب المواطن وبتعرضها على سياده النائب، وسياده النائب بياخد قرار كما يراه بعد الدراسه، صح كده؟ طبعا احنا طبعا بدون شكر، ده واجب علينا وده دورنا اللي المفروض نقوم بيه في خدمه المواطنين وخدمه الوطن. بطل الابطال مصطفى، مبروك يا حبيبي، الف مبروك، زروطه جميله يا ام مصطفى، والله النهارده يوم جميل جدا بقى. سياده المحافظ عمل ايه؟ سيادة المحافظ ان شاء الله بص الجمهور، عرفي الناس، هيدعم مصطفى ان هو هيكون اول بطل توحدي في العالم يصعد جبل سانت كاترين ان شاء الله. ولا هتطلع جبل سانت كاترين؟ هتعرف تطلع السلم زي سيدنا موسى كده وتطلع لحد فوق؟ ايه رايك؟ ليه يعني؟ ده انت بطل اهو، كل دي ميداليات صح يا مصطفى؟ قولي ان شاء الله يا حبيبي. 36 ميداليه في الجري. الله اكبر يا رب، الله اكبر. وان شاء الله هيتسجل في موسوعه جينيس العالميه يا ولد. وكمان دعم مشروع مصطفى دكان كيتو لتغذيه اطفال طفل التوحد ومرضى السلياك وحساسيه اللي هي حساسيه القمح. تمام. ومرضى السكري. انت عامله مشروع سميتيه مشروع من مصطفى؟ مطبخ خيري. مطبخ خيري. القناه عندنا هتعمل لك اعلان هديه، مش عايزين منك حاجه. وكمان براند دكان كيتو لتغذيه اطفال طفل التوحد اللي هو زي مصطفى. مشروعين. حبيبي الغالي، مبروك مبروك كل الحاجات الحلوه دي، وهو شغال معايا فيهم. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. يا رب. زراغيط وفرحه ويوم جميل. اول خبر سياده المحافظ بيوظف اخونا الغالي، اهلا وسهلا بيك. محمد عبد اسمك ايه؟ محمد عبد المحسن محمد. اهلا وسهلا بيك. سياده المحافظ مضالك تعيين على طول؟ ايوه. تعبت؟ لا. ولا قدمت الشكوى ولقيت الاجابه؟ لا، لقيت الاجابه. وانت كأم ايه رايك في اللي حصل؟ انا سعيده والله سعيده، ربنا يخليكم، ربنا يخليكم. سياده المحافظ ايمن عطيه استجابه فوريه، صح كده؟ تعينت فين يا بطل؟
في العمريه. في العمريه ايه؟ في العمريه، حي العمريه. مبروك مبروك. سياده المحافظ مضى لمحمد تعيين في حي العمريه مباشر بشكل واضح. الرئيس نفسه بيحب امثالك المجتهدين اللي بيعملوا حاجه كويسه. نسمع زربوطه حلوه زي اللي سمعناها. ناقش سياده المحافظ ما يطلبه المواطنون في هذا اليوم ما بين مشاكل جديتها وقانونيتها، مشروعيتها إذا كانت تحت التنفيذ أو تحتاج إلى مزيد من المناقشات. كنا اليوم من حي غرب بالإسكندرية، كان معكم إسلام الغنيمي، الحدث اليوم.